يا مرحبتي بكم وسهلا وهلا طفيلات، نهاركم سعيد ونهاركم أجمل برؤيتي إن شاء الله وني بكم وبالوصفة اللي لاهي اشترك معاكم. المهم عاد شي ما تتحطيت معاكم أي وصفات. اليوم صراحة رشقت اللي قلت عليها ما نشترك معاكم الوصفة اللي كان عدل درك من زمان، صراحة يسوى عني. قلت ما ديت لي نشترك شي في اليوتيوب ولا في السوشيال ميديا كامل اللي بيا سبحان الله ما ترى ينفعني غير هاي الوصفة ماني نخزنها عنكم متتبعاتي. تعالوا جايات، بسم الله نبدأ على بركة الله. أول شي عندنا هذه الوصفة صراحة شوفوا، نبغيكم تهلاو في زغبكم دائما دائما، تعودوا تهليات في زغبكم كيف ما كانوا أمهاتنا يتهلاو فيه. المهم هاي الوصفة ديال والدتي صراحة غير زدت عليها إضافات كيف ذي الحصان، كيف الشيكاكاي وكيف الريتسا. تعرفوا الكهلات يعرفوا اللار، لزاز والحناء وهذا القرنفل وكل شي كيف تاك. المهم انا زدت عليها الورد والخزامة وبذور هذا الخردل، راهم زوينين صراحة في التساقط. وهاي الريتسا اللي اشتركت معاكم والبابونج والخزامة والورد والريحان والحنة والسدر، أو المكونات كاملين اللي تحكموهم ولاهي تخلطوهم، تدوهم باطل تجيبوهم وتنقوهم وكل شيء، لعل يعود فيهم حجار ولا فيهم دجاج ما تعرفوا. ولاهي هذا تجيبوهم كي قلت لكم، وهذه كاع بالاخص اللي تاكلوا منها واحد الحجره لداخل، ضروري تحيدوا هاي الطفيلات صافي. ولا تدوهم الشور العطار يطحنهم لكم، وتم تقبضوا ملعقه ولا ثنتين على حساب زغبكم. انا صراحه زغبي مو طويل حتى كنعدل ملعقتين مع الحنه ومغلي مالي الاعشاب، مغلي الاعشاب ان شاء الله ولا نشتركوا معاكم. صافي حبيباتي، عندي هذا الزيت مولي، هذا راهو ما لا يظهر ريحته مخنزه، يا غير ما لا تظهر مع هذه الاعشاب اللي بها الخزامه مكثرتها. ما شاء الله تعطي واحد الريحه زوينه وما هو اللي يوجعكم في راسكم. لان صراحه ياسر من الطفيلات اشتركوا معايا على نعدلهم الشقيقه وذا الشيء. تعرفوا حنا الصحراويات رابيات صراحه، وصحتنا اللي على قدنا سبحان الله، اي شيء قندينا واي شيء ما يجي معانا. ذاك على حبيباتي كثرت انا هون الخزامه وكثرت المهم حتى القرنفل. راه عندي مطحون صراحه لما ظهر ما صورته معاكم. صافي حبيباتي، وني بكم الى فيديو قادم ان شاء الله. نبغيكم تهلاو لي في روسكم قباله. نبغى المكونات راني نكتبهم له لتحت، والقياس ديال شخص واحد شخصين، المهم اللي تبغوا. وما تنساوني من البارطاج، وني بكم الى فيديو قادم ان شاء الله.